عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير على خير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يوصل لكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم كما قلنا طلبيه جديده، بسيطلات صغار ديال الدجاج كيجيو زوينين، كيجيو من داكشي الرفيع. نتمنى على البنات والدراري يتابعوني ويشوفوا جميع المراحل ديال هاد البسيطلات هادو، واللي دخل عند مونيا كيف العاده ما ينساش واحد الابوني. هذا فضل من عندكم وشكرا لكم والله يحفظكم. ودابا ندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. كما قلنا اليوم ان شاء الله طلبيه جديده، بسيطلات حلوين صغيورات. المكونات او المقادير عندي هنايا تقريبا جوج دجاجات، فيهم جوج كيلو ونص، يعني كيتحيد داكشي ديالهم كامل، يلا كيبقى فيهم ديك جوج كيلو وربع. المهم جوجات هادو عندي هنايا. عندي هنايا 3 كيلو ديال البصله بيضاء. بصراحه ما لقيتش البصله كامله ودرت 3 كيلو بيضاء وواحد 2 كيلو حمراء. الا لقيتو البيضه هي من الاحسن البيضه. توابل عندي هنايا الملحه، عندي ناخذ واحد المعلقه ديال القرفه، معلقه سكينجبير، معلقه الابزار بيض وكحل، معلقه الخرقوم او الكركم، واحد جوج معالق ديال السمن، هنايا واحد 3 ديال الطماط ديال الزعفران، وهنايا الزعفران الحر يعني شعره ها هو. وعندي واحد الكميه ديال المعدنوس. غير هي اليوم البنات غادي نطيب الدجاج في طنجره الضغط، وغادي نطيب البصله بوحديتها، ولكن لاصوص ديال هاد الدجاج فاش غادي يطيب، ويعني ديك لاصوص كنهزها غادي نخويها في البصله مع الدجاج، لحقاش البصله كثيره وما غيصلح ليش كيفاش غادي نطيبو معاها. دونك دابا غادي ندخل في التحضير ان شاء الله. صافي هنا غادي ناخذ الطنجره ديالنا، غادي نسبق هذيك البصله الحمراء هي الاولى. من بعد البصله غادي ندير يعني نتبع لها التوابل. درت الملح، المهم التوابل اللي ذكرت معكم كامله غادي نديرها. قرفه، المهم كلشي غادي نخويه اللحو السمينه كلشي. داك الزعفران الحر حتى هو صافي، ونكب الزيت وغادي نديها فوق البوطه. دائما البصله فاش كنديروها كنقصوا شويه البوطه. عندنا هنا الدجاج حتى هو خديته، غندير له حتى هو واحد نص كاس الزيت، ونفس العطريه اللي درت في البصله غادي نديرها في الدجاج. وكما قلت لكم البنات هاد الدجاج هذا فاش غادي يطيب كناخذ ديك المريقه وكنخويها في البصله، يعني باش حتى ديك البنه ديال الدجاج حتى هي كتدخل. انا هاد المره يعني ما بغيتش نديرو لحقاش خفت يتزعلك ليا الدجاج وداكشي، اللهم قلت غنطيبو بوحدو باش يبقى ليا يعني مجمط ومزيان. صافي انا ساليت له كلشي ديالو. غادي حتى هو غادي كاس ديال الماء، ما كثرتش البنات الماء، درت كاس ديال الماء فيه، والسكر كذلك حتى هو درت له واحد شويه ديال السكر، واحد 4 ديال المعالق هما تما. صافي البصله ديالنا هي بدات كتهبط، غنحركوا فيها هكا شويه صافي، ونغطي عليها نخليها يعني تهبط ليا مزيان. من بعد كنزيد ليها واحد شويه ديال السكر بصراحه كيبقى على حسب الذوق. بغيتو ديروا يعني تجيكم حلوه ديك الحلاوه بزاف ديروه، بغيتو غير القياس تجيكم يعني متوسط فيها ديروا غير شويه. الدجاج ديالنا ها هو. وقبل ما ننسى البنات بغيتو ديروا يعني العسل في بلاصه السكر، ديروا العسل في بلاصه السكر. كما قلت لكم الدجاج ديالنا ها هو طاب. غادي نحيدو دابا من الطنجره ونخليه هنا يبرد، وناخذ ديك لاصوص كما قلت لكم وغادي نخويها في الطنجره ديال البصله. صافي هي هذه غادي نخويها هنايا، وغادي نبدا نحرك في الطنجره ديالتي باش يعني تنشف ليا مزيان. فاش كتهبط كتولي بحال في هذا القياس هذا كنجهدوا البوطه باش تنشف لينا، باش ونبداو بالتحراك، وكنعريو البوطه ونبداو نحركوا فيها. هنا الدجاج ديالنا غادي نحيد له العظم وصافي كنبدا نقطع فيه هكا رقيق بالمقص، حيت فاش كنبغيو نعمرو بسيطلات صغار كنقطعوه رقيق.
حتى نكملو كامل. وغادي نرجع للطنجره ديالتي نحرك فيها مره ضروري البنات تحركوا باش ما تلصقش ليكم. يعني فاش كتبدا هي تعسل الا ما رديتوش البال كتبدا تلصق. غادي نجبد هنا البيض، واحد 10 ديال البيضات غنوجدهم حتى هما على طرف 10. انا درت 10 د البيضات. القياس يعني في داك القياس 3 4 5 كيلو ديال البصله، يعني 10 د البيضات غادي تجمع لكم ديك البصله مزيان. بغيتو كتر ديروا اكثر. انا 10 د البيضات يعني كافيين انهم يجمعوا لي ديك البصله مزيان. هنايا البصله ديالنا هي وقفات، شوف كيفاش ولات. راه ما كتبقاش فيها يعني ديك 5 كيلو راه ما كيبقى فيها غير شي شويه. انا ضفت البيض ديالنا، واحد اللي ما ذكرتكمش، واحد 3 د الحبات ديال المسكه الحر انا لحتهم وما بانوش ليا في التصوير. المهم راه لحت فيهم 6 ديال الحبات ديال المسكه الحر. هنا البصله ديالنا صافي هي قربت يعني توقف بالتشحار هذا. المهم غادي نوقف هذا التشحار، غادي نمشي نديرها في باسوار ولا شبكه باش تقطر ليا مزيان. هنايا غادي نصفيو البصله ديالنا صافي، وغادي نجمع هادشي ها هو كلشي غنديرو في بواطه. هذه غادي تبات هنايا كتقطر حتى لغد ليني وان شاء الله باش نرجعو باش نعمرو البسطيله ديالنا. هنا من بعد الصباح حيت انا خليتها حتى لغد ليني الصباح. كناخذ اللوز ما ذكرتوش لكم فايته مصايبه معاكم. عندي هنا تقريبا 500 غرام ديال اللوز اللي خديتها قشرتها ومسحتها وحمرتها غير في الفران وطحنتها. درت معاها واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وخلطتها. الورقه هنايا عندي الصغيره كنجيبها كنحيد ليها هاد الجناب ديالها كيكونوا شويه كارمين، وفي نفس الوقت كناخذ القياس اللي بغيت. صافي غادي نبدا دابا نعمر في البسيطلات ديالهم. كاين اللي كيشد يعني هذا الخليط كيخلطوا كامل، يعني يخلط الدجاج واللوز والبصله ويبدا يعمر. وكاين بعض المرات يعني كاين ندير بحال كيما غندير انا اليوم، غندير كل حاجه غادي نديرها بوحدها. مثلا غادي نسبق اللوز اللي غادي يجي من الفوق، كنسبق اللوز من التحت وندير يعني هذا الدجاج من الفوق ونديروا البصله، والبصله من بعد كترجع هي لتحت وكيرجع يعني اللوز كيولي من الفوق. انا غادي نستمر بحال هكذايا حتى نكمل هاد البسيطلات في التعمر وغنتلاقاو باش نبغيو نلوحوا البسطيله ديالنا في الفران. نسيت ما قلت لكمش البنات، هذاك ليدام اللي غادي نبقى نكب اللي كنسقي به البسيطلات راه هو اللي قطرت من البصله ديال اللي طيبت فيها البصله والدجاج. كنقطرهم وكنصفيهم من الا فيهم شيمه، الا فيه زعما شيمه كنصفيهم منهم وكتبقى غير ديك الزويته. كنبدا نسقي بها بلا ما نديرو الزبده ولا هذا، كنسقي بها من الداخل البسيطلات ديالي كيجيو زوينين وكيجيو بنانين بديك السقوه ديال داك ليدام ديال يعني ديال الطياب باش طابت البصله والدجاج. هاد المعلومه يعني ما بغيتهاش تفوتني حتى نقولها لكم. صافي هنا خلاص غادي نكمل يعني البسيطلات ديالي بالتعمر كما قلت لكم. الفران راني درتو كيسخن على 180 الفوق والتحت. كما قلت لكم الفوق والتحت وخلاص. صافي هنا غادي نكمل وغادي نعاودو نتلاقاو باش نلوحو البساطل ديالنا في الفران. كما قلت لكم من بعد فاش كملت البسيطلات هما هادو، خديت واحد البيضه
خفقتها مزيان في جبانيه، ودرت معها 2 قطيرات ديال الخل صافي. وغادي ندهن بها البسيطلات ديالنا وغادي ندخلهم للفران. فاش غادي يطيبوا البسيطلات ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا يعني المرحله الثانيه ان شاء الله. هنا من بعد فاش طابوا لنا البسيطلات ديالنا، هنا خليت واحد شويه ديال اللوز، من داك اللوز اللي وريتكم قبيله باش عمرت البسيطلات. وخديت هنا الناباج، المهم الناباج ولا العسل، انا عندي هنا الناباج، درت الناباج. كندهن البسيطلات ديالنا وغادي نزوقهم شويه بهذا باللوز وخلاص. هنا راني كنستف البسيطلات ديالهم عليهم. ها انتما شوفوا كيفاش كيجيو، راه كيجيو زوينين لا في المنظر ولا في يعني حتى في المذاق. انا غادي نستمر بحال هكذا حتى نكمل يعني هاد الطلبيه كامله نقادها في اللي هاد الكراب ديالها او في اللي باغيت ديالها، وندير لكم واحد الشكل باش نوريكم الشكل ديالهم ديال الاخر. وهذا ما كان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو هناويين وكيجيو من داك الشيء الرفيع. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.